السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم توقعات جديدة لحلقة جديدة من المسلسل حياة الرائعة. شمنام بقت ما بين نارين، نار إن هي تختار أولادها أو تختار مسعود، ولكن هتقول جنة أولادي ونار أفضل لي ما بين ان انا اختار حب ما اضمنش ان هيستمر ولا لا. لان دلوقتي مسعود ده ممكن يكون بيضحك عليها لمجرد ان هو عاوزها ان هو ينتقم منها في لحظة من اللحظات ويتم القبض عليها بتهمة قتل نيازي، ولكن طبعا افعاله ساعات بتبقى في صفها وساعات بتبقى ضدها، لان دلوقتي عارف منها الحقيقة وممكن يقبض عليها ويدخلها السجن. ودي هتكون نهاية شبنام ان هي تدخل وتتعاقب بتهمة جريمة قتل نيازي. ولكن هو هيتفاهم ان هي اختارت انور او الاولاد علشان ما تتحرمش منهم، لان طبعا انور دلوقتي قال لها ان انت تختاري الاولاد يا تختاري الانسان اللي انت رحتي وعملت معاه علاقة. ننسى الماضي، وحتى لو انا خنتك انسي وانا هنسى اللي انت عملتيه ونبتدي صفحة جديدة عشان خاطر اولادي، لانك لما اخترتهمش هتتحرمي منهم. وفعلا ممكن ان هو يخفي الاولاد ويوديهم في اي مكان ما تقدرش ان هي توصل لهم. فقالت لك انا عملت كل ده والمستحيل ده كله عشان خاطر اولادي، والنهارده اختار مسعود واختار حبي ليه علشان اتحرم من ولادي؟ لا، الأولاد أهم شيء، بس هيبقى رجوع على الورق، يعني زواجهم هيكون على الورق، هي في غرفة وهو في غرفة، يعني العلاقة ما بينهم خلاص كده انتهت، ولكن وجودها في القصر أو في البيت هيكون خاطر أولادها. طبعا شبنام هتبقى متقطعة من جواها إنها تتحرم من مسعود، لأن هتقطع علاقاتها واتصالاتها بيه، لأن طبعا أنور هيكون ممشي ورا منها حد لو حتى خرجت، لأن لو راحت وقابلت مسعود أو كلمته هيبقى طبعا هيوصل له الخبر وممكن يقلب الدنيا على دماغها، ان هي بتحاول تحميه من انور ومن صالو. ولكن صالو النهارده لما يطلق النار على انور طبعا مش هيتنجي، لان كده كده هتحاول على قد ما تقدر بطريقه خفيه، ما احنا شفنا ان هي بتقدر تخرج من في البيت بطريقه خفيه، تروح وتنتقم من صالو او تحاول ان هي تساعد مسعود في الانتقام بس من بعيد لبعيد بدون ما تظهر. ولكن في نفس اللحظة دلوقتي هنتكلم عن ايسال اللي دلوقتي شبنام بتحاول تكون في ايديها ورقة رابحة، لان هي عارفة لما هترجع ايسال هتعمل المستحيل وهتحاول توقعها في فخ او في مصيبة عشان تبعدها عن ابنها انور. ولكن النهاردة لو فكرت ان انت تعملي فخ او تدبري لي مكيدة، انا في ايديا ورقة رابحة لو طلعتها هتتفتحي قدام ابنك وقدام الناس وقدام عيلتك الكبيرة ان انت ليكي ابن غير شرعي وعملت علاقة مع واحد زمان. هو ده اللي خلى طبعا ان انت تنفصلي عن ابو انور، واللي انور اسات نفسه سألها ايه اللي خلى ابوه يبعد عنك ويتركك بالمنظر ده، اكيد حصل شيء خلاكي ده خلاكي ان انت بتحاولي تهدمي بيتي انا وشبناه. فمن هنا العلاقة دي عرفها ابو انور، وعشان كده تركها ومشي وسابها وانفصل عنها. وكانت بتتقابل مع الشخص ده لان حبته، وكانت بتسافر معاه لمدة شهر، والشهر ده كان بتقضيه زي شهر عسل. ومن هنا خلفت الولد ده لان اختفت سنة بحالها وما رجعتش، على اساس ان هي وراها منها اشغال واعمال بتقضيها هناك. ولما تركت الولد في ملجأ من الملاجئ ابتدت ان هي تتابعه وتصرف عليه وهو عارف ان هي امه، ولكن في نفس اللحظة مش عارف هي عملت كده ليه واتحرم منها المدة دي كلها والمفروض يعيش معاها. ولكن اكيد قالت له بعض الحاجات، ومن هنا هيظهر، ولو ظهر طبعا هتبقى زي ما قلت ورقة رابحة ليه شبنام، ان هي لو فكرت إرسال تعمل اي شيء ضدها هتروح وتقول لأنور ان ليه اخ غير شرعي وتفضحها قدام الناس، وساعتها ايسال هتسقط سقوط فاضح جدا. اشوفكم على خير.